تقرر تفتح الكمبيوتر بتاعك، سيرش على فاكر كام واحد هيشوف اللي انت شفته، فتقرر تفتح انكوجنيتو مود، يعني وضع المتصفح الخفي. تسيرش على اي تقفل، تفتح الهيستوري تلاقي مفيش اي حاجة متسجلة، فيطمئن قلبك. فهل فعلا لما بتدور على حاجة اونلاين وانت فاتح انكوجنيتو مود مفيش اي شيء بيتسجل؟ زي بالظبط كأنك رحت لحد تعرفه وقلت له انا هعمل الجريمة الفلانية، فيقول لك اعملها وانا مغمى عيني وهنسى كل حاجة بعد اللي انت عملته. فالسؤال، هل لما بنستخدم الوضع المتخفي ده مش بيسجل اي هيستوري، بيمسح الكوكيز بعد ما نقفل التاب، مش بيخزن اي حاجة بنكتبها، بيسجل خروج من المواقع بشكل تلقائي وخلاص كده الحكاية خلصت؟ الحقيقة ان مش دي كل الحكاية، لسه فيها يا صاحبي. عشان كده في حلقة النهاردة هنكلمكم عن ايه اللي بيحصل بالظبط لما تستخدم مود التصفح الخفي. اللي انت ما تعرفوش انك لما بتستخدم مود التصفح الخفي مفيش حاجة بتتسجل عندك في الهيستوري زي ما انت شفت، لكن نشاطك مش بيختفي عن شركة الانترنت اللي انت مشترك معاها. كمان نشاطك مش بيختفي عن شغلك او حتى جامعتك اللي بتستخدم الشبكة بتاعتهم. نشاطك مش بيختفي عن المواقع اللي انت بتستخدمها أو حتى عن حكومتك. اتصدمت مش كده؟ كله باين يا صاحبي، هنجيبك يعني هنجيبك. يعني باختصار، شركة الإنترنت هيتفرجوا النهاردة معاك على فيلم السهرة على ايجي بيست. شغلك شايفك وانت بتسأل جوجل أسئلة غبية وندموا إنهم عينوك. المواقع اللي دخلتها النهاردة الاي بي بتاعك وكمان بصمة جهازك عارفينها، يعني كله على عينك يا تاجر. طيب السؤال، ليه يا صاحبي لما بتستخدم وضع التصفح الخفي بتفتكر إن عندك برايفسي؟ لأن الانترفيس بتتغير لما تفتحه، ترجع تلاقي الهيستوري مش مسجل أي حاجة. المواقع اللي انت دخلت عليها لقيت نفسك عامل لوج اوت، بس كل ده وهم. انت ملبستش طاقية اخفاء ولا حاجة، انت لبست حاجة تانية. طيب لما وضع التصفح المتخفي دوت ملوش أي لازمة كده، معمول ليه؟ أقولك، ممكن مثلا تكون عايز تستخدم أكتر من حساب في نفس الوقت. حاجة تانية، في ناس بتحب تقرأ مقالات من مواقع معينة، لما بتتعدى حد معين من عدد المقالات تبتدي تدفع عليها فلوس. ده بيخليهم يتخطوا حاجة زي كده. لو صاحبتك مثلا بتستخدم نفس حسابك وعارفة انت بتعمل ايه ورايح فين وجاي منين، دي فرصة ان انت تطلب لها هدية مفاجأة من غير ما تعرف. نيجي بقى للسؤال الأهم في حلقة النهاردة، لو انت فعلا عايز تستخدم كل شيء وتتمتع بخصوصية كاملة تعمل ايه؟ هنقول لك على الحاجات اللي تمشي عليه. أول حاجة ممكن تستخدم VPN، ده هيخفي الاي بي بتاعك. تاني حاجة، في متصفحات الخصوصية بتاعتها كبيرة زي فايرفوكس وبريف، خصوصا بريف. تالت حاجة، في بديل لجوجل أكتر خصوصية اسمه داك داك جو. آخر حاجة ممكن تستخدمها ويديك خصوصية كبيرة وكاملة هي تور. بس لازم تستحمل بقى سرعة الإنترنت وأنت بتستخدمه. في النهاية ما تنساش تعمل شير، لايك، سبسكرايب، ساعدنا نكبر. واستنونا الحلقة الجاية، وما تنساش يا صاحبي، انت دايما متراقب.